مرحبا بكم في قناتكم قناتي. وسائل الإعلام الفرنسية كشفت أن الخطوط الملكية المغربية تستعد لتقديم شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، وذلك بعد أن أطلق هذا الأخير اتهامات لا أساس لها من الصحة، حين قال إن الطائرات المغربية لا تنقل المسافرين فقط بل تنقل الحشيش. وكشف موقع إمسي الأنفو الفرنسي أن دفاع شركة الخطوط الملكية المغربية سيضع شكاية أمام محكمة باريس من أجل القذف والافتراء. وبحسب المصدر ذاته فقد جاء قرار اختيار القضاء الفرنسي حكما في مواجهة الوزير الجزائري عقب اجتماع عقد بداية شهر نوفمبر الماضي في المقر الاجتماعي للشركة بمدينة الدار البيضاء، حضرته إدارتها العامة ومحامين مغاربة ومكتب فرنسي شهير للمحاماة، وهو اللقاء الذي تم فيه دراسة وفحص كل الخيارات المتعلقة بالمتابعة القضائية. وخلف تصريحات مساهل أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين وصلت حد استدعاء سفير الرباط والقائم بأعمال السفارة الجزائرية من طرف الحكومة المغربية، بينما رفض وزير الخارجية الجزائري التراجع عن تصريحاته الحادة.